عودة كهربا مرة تانية للنادي الأهلي، عرض نفسه ببلاش وقال لهم أنا تحت أمركم. رد فعل غريب من ترب. سيد عبد الحفيظ شايف إن ده مش ممكن يحصل أبدا، لكن في صوت طلع وقال تعال نديله فرصة تانية. يا ترى مين هو الصوت ده؟ وهل الأهلي فعلا مضطر إنه يتعاقد مع كهربا؟ يلا بينا نعرف كل حاجة من البداية للنهاية على كرة زون. الوضع دلوقتي في النادي الأهلي متأزم جدا جدا، مش لاقي مهاجم يقدر إنه هو يتعاقد معاه. الوضع ده عامل زي ما قلنا أزمة كبيرة. ترب ليه طلبات معينة، وكل ما يجي يطلب الطلبات دي يا إما بتصطدم بالبادجت، يا إما النادي اللي بيبقى فيه اللاعب ده بيعترض وبيعلي السعر بشكل خرافي، عشان الأهلي فعلا محتاج مهاجم. وكل السوق سواء في أوروبا أو هنا في مصر أو في أفريقيا عارف الكلام ده. المهم إن ترب قال لو مش هنقدر نجيب مهاجم في يناير يبقى نلجأ للحلول المؤقتة، بمعنى انه والله لو قدرنا ان احنا نجيب مهاجم يكون عارف النادي الاهلي كويس، ويكون بعيد عن بروفايل جراديشار وبروفايل محمد شريف، يبقى الموضوع ده هيفيدنا بشكل كبير جدا جدا. وده بقى اللي اتلعب عليه في قصة كهربا خلال الفترة اللي فاتت عنده مشاكل كبيرة جدا مع نادي القادسية الكويتي. يمكن المشاكل دي تتسبب في فسخ التعاقد معاه بعد أقل من 3 أشهر من انضمامه للفريق، بعد تجربة برضه ما كانتش أنجح حاجة أو أفضل حاجة مع نادي الاتحاد الليبي. وعلى الرغم من ان ناس كتيرة فاكرة ان كهربا مشطب كورة او مثلا كبير في السن، على فكرة كهربا عنده 31 سنة، يعني من الاخر مش هيبقى اسوأ من مودست اللي انت جبته وهو عنده 35 سنة وكان بيزك زي ما بيقولوا بلغة الكورة. المهم بقى ان زي ما قلت لك كهربا ممكن ما يكونش افضل حاجة مع نادي القادسية، لكن كحل مؤقت او التعاقد معاه لمدة 6 شهور دي حاجة هتبقى كويسة. ترب لسه بيفكر في الموضوع وبيشوف فنيات اللاعب. كلنا عارفين ان اصلا كولر وظف قبل كده كهربا في مركز المهاجم الصريح وكان ناجح فيها جدا على الرغم من انه ما كانش مركزه. وعلى فكرة برضو الاحداث بتتشابه، محمد شريف ما كانش موفق اطلاقا، وكان كمان كولر شايف ان المهاجم رقم 3. الموضوع لسه قيد الدراسة ولسه ممكن يكون فكرة اتطرحت. اي نعم سيد عبد الحفيظ معترض عليها لانه شايف ان كهربا مش هيضيف جديد، لكن التعاقد لمدة 6 شهور بشروط معينة وقيمة مالية ممكن تكون منخفضة، ده هيديك مساحة ان انت تدور بعد كده على مهاجم، لان انت كده او كده مضطر ان انت تمشي يا جراديشار يا محمد شريف بسبب سوء مستواهم. طبعا ده كله طرح في حالة عدم وجود لاعب تقدر تتعاقد معاه خلال الفترة اللي جاية. تفتكر ان الاهلي هيخلص الملف ده على ايه؟ وهل كهربا ممكن يرجع مرة تاني للنادي الاهلي؟ قول لنا رأيك في التعليقات.